في عملية سطو مثيرة، تعرضت إحدى الشاحنات المصفحة الخاصة بنقل الأموال بين البنوك بمدينة وجدة للسرقة من طرف سائقها مطلع الأسبوع الجاري. وحسب مصادر محلية، فإن المتورط الرئيسي في هذه العملية كان في أحد الدوريات الأسبوعية لنقل الأموال بين الوكالات بالمدينة المذكورة، قبل أن يستغل فرصة انشغال زميله في العمل، وفر بالشاحنة المصفحة التي كانت تحمل مبلغ 300 مليون لوجهة غير معروفة. ورجحت المصادر عينها أن يكون المعني بالأمر قد خطط لهذه العملية قبل شهور من الآن، خاصة أنه التحق للعمل بالشركة قبل حوالي 6 أشهر من ارتكابه هذه الفعلة. وفور علمها بالواقعة، أمرت ولاية أمن المدينة العناصر الأمنية بالسدود القضائية بتطويق مخارج المدينة من أجل توقيف الفاعل الذي لم يتم القبض عليه لحدود الآن، فيما لا زالت التحقيقات متواصلة للوصول إلى مكان تواجده. هذا وعثر رجال الأمن على الشاحنة المذكورة بمنطقة فارغة من المبالغ المالية التي كانت تحملها.